بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله هنبدا معاكم باذن الله برج الجوزاء باذن الله. اهم حاجه صلى على الرسول، ولو اللي مشتركش في قناتي يا ريت تشترك فضلا وليس امرا. واللايك يا حبايبي عشان اللايكات بترفع الفيديو عشان يوصل لكم اكبر قدر من المشاهدين. نبدا كده ونسمي الله. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اول حاجه في برج الجوزاء ان شاء الله تعالى عندك بص، انت كنت في مأزق او حاجه في الفتره اللي فاتت ديت، كان عندك مشكله كبيره. تمام. بس المشكله دي الحمد لله اتحلت، الحمد لله. كانت المشكله ديت كانت في الصيف اللي فات، يعني في الفترة اللي فاتت. وبرضو لسه ما زالت في مشكلة تانية أكبر جات لك برضو، لا قدر الله في مشاكل، بس انت قدها وقدود الحمد لله. ربنا مطلعك من المشاكل اللي انت فيها ديت، الحمد لله طلعك منها على خير. تمام. وعندك كمان يا برج الجوزاء، اللهم صل عليه افضل الصلاه والسلام. بص، انت عندك في حد عدو ليك يا برج الجوزاء، بس الحد ده مش قريب لا ليك ولا للشريك. تمام. ده عدو عندك تبع الشغل بتاعك او حاجه. المهم ان هو مش من العيله، هو حد صديق ليك او حاجه يعني. تمام. هي واحده عموما. تمام. الواحده ديت يعني سمها واصل لحد فين؟ بتبخ سمها في شغلك وفي حياتك. تمام اهي. شايفينها واصل لحد فين؟ هي سبب المشاكل اللي انت كنت فيها دي كلها. وعندك كمان يا برج الجوزاء، شوف انت عندك في حد شخص او حاجة. عندك الشخص ده هو شاب مش كبير يعني. تمام. بس زي هو شيطان بيمر في حياتك. تمام. ده زي الشيطان كده، عافاك الله منه يعني. ده بيعمل لك مشاكل في حياتك. الشخص ده هو مش كبير سنا، هو صغير. ماشي. الله اعلم بقى هو قريبك ولا غريب، الله اعلم، انت هتعرف لوحدك. ودايما بيبقى شعره كده طويل كده ورافع لفوق او شايفينه باين تحت صبعي. الشخص ده مريحش نفسه، احذر منه برج الجوزاء. وعندك كمان الجوزاء ان شاء الله، ان شاء الله عندك طاقة نور بإذن الله تعالى، ان انت هتخرج من اللي انت في المشاكل دي كلها، وان شاء الله ربنا يفرجها عليك بإذن الله في الفترة القادمة ان شاء الله تعالى. لان انا شايفة ان عندك افراج حلوة جدا جدا في ان شاء الله في الرزق بإذن الله. وعندك كمان اللهم صل على النبي. في بالنسبة للمرتبطين، المرتبطين ان شاء الله في ارتباط بإذن الله، في ارتباط في الفترة القادمة بإذن الله. اللي انا شايفاه اللي هم من السناجل يا جماعة، اللي هم السناجل هيرتبطوا ان شاء الله في ارتباط باذن الله. وفي عودة كمان، في ان شاء الله في عودة يعني من حبيب قديم، حد كان بيحبك يعني ورجع لك من الماضي. اللي انا شايفاه حد كان يعني انت كان ظلمك، كان سابك يعني ومشي، وكان ظلمك في الموضوع دوت وتخلى عنك، تخلى عنك. بس انا شايفاه رجع ندمان خالص يعني. انا شايفاه اللي هو رجع ندمان. اتمنى لك الرضا ترضى. بس انا شايفاك بقى انت مش عاوز الموضوع ده، مش عايز ترجع له تاني. انا شايفاه ان انت مش عايز ترجع الموضوع ده تاني، بتقول خلاص هو جرحني بما فيه الكفايه وخلاص لحد كده ونسيته. تمام. انت جاي لي بعد ايه بقى؟ بعد ما خلص كده. وعندك كمان اهو بص، لا اله الا الله. اللي انا شايفاه كمان في مشكله في حد انت وشخص، يا اما انت والشريك في مشاكل. انا شايفاه لان هو راجل وست اهو، في مشاكل دايما انقر وشكل يعني. الله اكبر يا رب، اللهم عافينا في مشاكل توصل لحد الضرب. انا شايفاه. الله اعلى واعلم يا جماعه، بعض منكم مش كل، بعض منكم. لان ده بسبب طبعا الحسد الناس بيبطلوش عليك ويقولك ده عامله كذا، ده كذا، ده فيها وصفاتها ونعاتها. والفترة دي انتوا حاسين ان في تغيير خالص بينك وبين الشريك، اللي هو انقلب عليك في مشاكل. تمام. فانت حاول ان انت في الفترة اللي جاية بإذن الله يا برج الجوزاء ان انت تمسك بيتك تبخره بعد صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى. تجيب اي بخور يعجبك. تمام. وحط فيه شوية ملح وتوكل على الله كده وبخري بيتك بالمعوذتين، تقولهم كل واحد منهم 3 مرات، والفاتحة 3 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، وتدعي دعاء كده ربنا يفك كربك ان شاء الله. ده بعد ساعة صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى.
ربنا يفك كربكم جميعا يا رب العالمين. لان انا شايفه ان انت حواليك الكلام كتير، الحوارات كلها، في حوارات كتير عليك يا برج الجوزاء، بس انت قدها، دول بالذات انثى الجوزاء قويه جدا جدا جدا، وزي اللي بيقول ايه، جبل ما يهزك ريح. يعني انتوا ما شاء الله عليكم. احلى حاجه في برج الجوزاء شخصيتها قويه جدا، انثى الجوزاء اللي انا شايفاه. وان انت ربنا الحمد لله في بيتك، يعني بيطلعك من المشاكل اللي انت فيها يا برج الجوزاء، على يعني بيطلعك منها على طول الحمد لله. وفي ان شاء الله في الفتره الجايه برضه، ما انا قلت في نجاح في العمل، بس شويه عكوسات بسيطه، بس ان شاء الله خير باذن الله، خير قادم عندك يا برج الجوزاء. فاهم حاجه، خلي بالك من نفسك يا برج الجوزاء. وعندك كمان في اسم محمد اهو، الاسم ده بيعني لك حاجة كويسة، حد شخص كويس، حد واقف في جنبك، حد يعني بيتمنى لك ايه، الخير يا برج الجوزاء. تمام. وعندك اللي انا شايفاه يا برج الجوزاء زي ما قالك اهو، في حسد، في نق، في حاجة انت شايل همها الفترة ديت ونفسك ان انت تخلص منها، الحاجة دي مخليك متوتر، مش عارف تنام، مش عارف تعمل اي حاجة. فانت ان شاء الله الموضوع ده هيخلص بإذن الله على خير، بس انت توكل على الله واستغفر ربنا كتير، وان شاء الله ربنا يطلعك من المأزق اللي انت فيه ده على خير يا برج الجوزاء. اهم حاجة ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو. وان شاء الله خير يا برج الجوزاء، ربنا يطلعك من اللي انت فيه ده كله على خير، بس انت من نوع كويس جدا جدا، والشخصية قوية، والرزق بسم الله ما شاء الله جاي لك بإذن الله واسع بإذن الله تعالى، بس انت انه خير ان شاء الله. وربنا يسعدكم جميعا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.